سلام عليكم. معظمنا كبر على إن المشاعر مجرد ردود أفعال فطرية، أحيانا بتكون مفيدة وأحيانا بتكون مزعجة، بس في الآخر هي أحاسيس مؤقتة بنمر بيها وبنحاول نتحكم فيها أو نكبتها أو نتجاهلها تماما وكأنها مش موجودة. بس طريقة رؤيتنا للأشياء بتأثر بشكل مباشر على فهمنا ليها وردود أفعالنا اتجاهها. وبما إننا بنتكلم عن الذكاء العاطفي واللي جزء أساسي منه فهم وتفسير مشاعرنا، فمهم جدا إننا نبص على مشاعرنا من زاوية مختلفة شوية علشان نقدر نشوفها على حقيقتها. ايه رأيك لو قلتلك ان المشاعر مش حاجة عشوائية خالص، وانها في الحقيقة نظام بيانات مفيد بيجمع وينقل معلومات لا غنى عنها عن احتياجاتك وقيمك في الحياة، وان مشاعرك مش حاجة بتعيق تفكيرك العقلاني ولا حاجة، دي مكون اساسي ليه. في الفيديو ده هتكتشف ازاي المشاعر بتشتغل كبيانات، وايه هي المعلومات اللي بتقدمها لك المشاعر المختلفة، وازاي تفك شفرة المشاعر اللي احنا بنشوفها ايجابية او سلبية، والاهم من كده ازاي تستخدم البيانات دي علشان تاخد قرارات احسن وتعيش حياة متمشية اكتر مع اهتماماتك واهدافك. اسند ظهرك واديني انتباهك خمسة. المشاعر مش مجرد احاسيس عشوائية، دي رسائل او دلائل بتساعدك تفهم ايه اللي بيحصل جواك او حواليك. فكر فيها زي تابلو العربية، العلامات او اللمبات اللي بتظهر في التابلو دي مش مشاكل في حد ذاتها، دي تحذيرات واشارات بتقولك ان في حاجة في العربية محتاجة اهتمامك، وانت لو قررت تتجاهلها المشكلة غالبا هتتفاقم وتكلفة اصلاحها هتزيد، وممكن لا قدر الله تعرض سلامتك للخطر. والافضل لما تمر باحساس قوي، بدل ما تاخد رد فعل تلقائي بدون تفكير، وقف لحظة، اعمل بوز واسأل نفسك ايه المعلومات اللي الاحساس ده بيحاول يوصلها لي. مثلا لو حاسس بقلق قبل البرزنتيشن اياه بتاع الحلقة اللي فاتت، فدي معلومة بيحاول جسمك يغششها لك، بيقول لك انك مهتم بأدائك يكون على اعلى مستوى، وممكن تكون محتاج تحضير اكتر او دعم اكبر من الناس اللي حواليك. المنظور او المايند سيت ده بيحول المشاعر من حالة عادية بتمر بيها كل يوم لمعلومات واشارات بتساعدك وتوجهك. وده واحد من اسس الذكاء العاطفي، مش محاولة التحكم أو تجنب مشاعرك، إنما فهم واستخدام المعلومات والبيانات اللي بتقدمها لك. ولما تستوعب إن المشاعر هي بيانات فيها معلومات مفيدة ومهمة ليك، السؤال اللي بعده هيبقى إيه بالظبط الرسائل اللي بتحاول تقولها لك؟ خلينا نشوف مع بعض واحدة من أهم المعلومات اللي بتقدمها لنا مشاعرنا، وهي احتياجاتنا. كل إنسان عنده احتياجات أساسية بتتجاوز الاحتياجات اللي بتضمن بقائه على قيد الحياة. كلنا محتاجين حاجات تانية زي التواصل والكفاءة والاستقلالية والاحترام والأمان علشان نعيش حياة سوية تستاهل تتعاش. مشاعرك بقى بتراقب احتياجاتك دي باستمرار، ولو الاحتياجات دي ما تمش تلبيتها، جسمك بيحاول ينبهك. مثلا لو حاسس بالوحدة بشكل مستمر، دي إشارة بتحاول تنبهك إن احتياجك للتواصل، واللي هو واحد من أهم الاحتياجات النفسية، مش متحقق. والمشاعر اللي احنا بنشوفها إيجابية زي الرضا والفرح بتشاور لك إن في احتياجات معينة تم تلبيتها وإنك ماشي في الاتجاه الصحيح. طيب ليه كل الاهتمام ده بتفسير المشاعر؟ لأن لما مشاعرنا وأحاسيسنا بتساعدنا نفهم احتياجاتنا اللي ورا المشاعر دي، هنقدر ناخد خطوات لتلبية الاحتياجات دي ونرجع التوازن ليومنا تاني. وده سبب ان كبت المشاعر مشكلة كبيرة جدا زي ما قررت كتير في السلسلة دي، لانك لما بتكبت مشاعرك او تتجاهلها، كأنك بالظبط بتفصل جهاز انذار الحريق علشان مش عاجبك صوته. المشاعر بتحاول تقولك حاجة مهمة عن اللي انت محتاجه علشان تكون سعيد، فما تتجاهلهاش. المشاعر كمان مش بتشاور لك على احتياجاتك وبس، لا دي كمان بتكشف لك حاجة اعمق عن هويتك وعن الحاجات اللي فعلا بتهمك في الحياة، أو بمعنى أوضح قيمك الشخصية. القيم بقى هي المبادئ والمعايير اللي بتوجه تصرفاتك وقراراتك في الحياة، يعني الأشياء اللي أنت بتعتبرها مهمة بالنسبة لك زي الصدق، الإبداع، الإنجاز أو العيلة. مشاعرك بقى بتقدم لك استجابة فورية عن تصرفاتك واختياراتك، إذا كانت متماشية مع قيمك الشخصية أو متعارضة معاها. يعني لما تحس بالرضا بعد ما تساعد حد محتاج لك، دي معلومة بتأكد إن الكرم والجدعنة واحدة من قيمك الشخصية. أما الشعور بالذنب بعد موقف اضطريت تكذب فيه، فبيشاور لك إن الصدق قيمة مهمة بالنسبة ليك ومش لازم تتجاهلها. لما تتابع وتنتبه لاستجاباتك العاطفية باستمرار، هتقدر تحدد قيمك أنت الحقيقية، مش القيم اللي أنت متصور إنك المفروض تتبناها عشان يتم تقبلك في المجتمع بتاعك. فهم قيمك الشخصية من خلال البيانات والمعلومات اللي بتقدمها لك مشاعرك هيساعدك تاخد قرارات بتعبر عنك انت، بدل ما تتبنى توجهات واختيارات عشان ترضي الذوق العام والبيئة المحيطة ليك، لأن ده في الآخر هيسيبك عايش مع إحساس بالفراغ الداخلي وكأن حد تاني هو اللي سايقك. ودلوقتي بعد ما فهمنا إيه اللي بتحاول تقوله لنا مشاعرنا، تعال نشوف إزاي الأنواع المختلفة من المشاعر بتقدم أنواع مختلفة من المعلومات. المشاعر اللي إحنا شايفينها إيجابية زي السعادة والرضا والحماس مش مجرد أحاسيس حلوة عايزة تفرفشك، دي إشارات بتقولك إمتى بتكون احتياجاتك ملباة،
وامتى بتكون عايش في توافق مع قيمك الشخصية. يعني لما تحس بالانغماس وانت بترسم رسمة او بتكتب قصة او حتى بتعمل فيديو اليوتيوب، دي اشارات بتشاور لك على ان الابداع بيلبي احتياج مهم ليك زي الكفاءة. ولما تحس بالفخر بعد ما تدافع عن حد ضعيف، ده بيقول لك ان الشجاعة والعدالة من قيمك الشخصية الاساسية. المشاعر الايجابية عاملة زي فتات العيش اللي بيسيب لك اثر في الطريق علشان توصلك للحاجات اللي بتدي حياتك معنى. طبعا مش المطلوب منك ان انت تبقى مبسوط طول الوقت، لان ده مش طبيعي اصلا، بس المهم تفهم المشاعر دي بتقولك ايه عن اللي ماشي تمام في حياتك علشان تعرف تحط وقتك ومجهودك في الحتت اللي تستاهل. طيب ماذا عن المشاعر اللي احنا شايفينها سلبية؟ على قد ما هي صعبة، على قد ما فيها معلومات ممكن تغير لك نظرتك عن نفسك. مشاعر زي الغضب والحزن والخوف والإحباط مش أعداء ليك، ومهمتك إن أنت تتغلب عليهم. بالعكس، دي رسل جايبين لك معلومات مستعجلة عن احتياجات مهمة مش متلبية أو قيم شخصية بيتم تجاوزها. يعني لما تحس بإحباط في الشغل، دي ممكن تكون معلومة بتشير إن احتياجك للاستقلالية أو التقدير مش متلبي. ولما تحس بقلق مستمر في علاقة ما، ممكن يكون ده علامة على إنك مش حاسس بالأمان اللي أنت محتاجه. ولما تستكشف المشاعر دي بدل ما تحاول تهرب منها، هتفهم بالظبط ايه اللي انت محتاج تشتغل عليه وتحاول تصلحه. المشاعر اللي احنا بنسميها سلبية مش دليل على انك مش عارف تتحكم في نفسك، بالعكس، دي اشارات ذكية من جواك بتقولك خد بالك، في حاجة مهمة محتاجة انتباهك. وعدم الارتياح اللي انت بتحسه ده هو اللي بيضمن انك تلاحظ الحاجة دي. طيب، والاوقات الصعبة اللي انت بتحس فيها احساس ايجابي وسلبي في نفس الوقت، دي معناها ايه؟ المشاعر المختلطة لما تكون متحمس وقلقان في نفس الوقت بخصوص فرصة جديدة قدامك، أو حزين ومرتاح بعد إنهاء علاقة ما، بتعكس تعقيد التجربة الإنسانية، وده العادي لأننا بطبيعتنا كائنات معقدة، وده بيدل على مواقف بتتشابك فيها احتياجات وقيم متعددة. فمثلا لما تحس بالحماس والخوف بسبب ترقية في الشغل، دي إشارات بتحاول تفهمك إن أنت بتحب النمو لأنك متحمس للفرصة الجديدة، بس كمان بتقدر الأمان لأنك خايف من المجهول. الإشارات المختلطة دي بقى بتساعدك تحدد الصراعات المحتملة بين القيم والاحتياجات المختلفة، وتحاول تلاقي حلول تعيد بيها التوازن لحياتك من تاني. المشاعر المختلطة دي مش ارتباك، دي إشارات بتعبر عن الواقع المعقد اللي احنا بنعيشه كل يوم، وبتمنع التبسيط المبالغ فيه، وبتساعدك تاخد قرارات بتحترم الرؤية الأشمل لتجربتك واحتياجاتك وقيمك. ودلوقتي بعد ما فهمنا الإشارات اللي بتقدمها لنا مشاعرنا، ازاي نقدر نستخلص ونستخدم المعلومات دي؟ استخراج واستخلاص الاشارات والرسائل من مشاعرنا بيتضمن عملية بسيطة لكن فعالة. اول حاجة، حدد الشعور. حاول تكتشف ايه اللي الشعور ده بيقوله لك عن احتياجاتك وقيمك الشخصية، وبعدين خد الاجراء المناسب بناء على فهمك ده. الاول، سمي الشعور بشكل محدد. ما تقولش حاسس ان انا متضايق وبس، لكن حدد بالظبط، محبط، قلقان. وبعدين اسأل نفسك بناء على الاحساس ده، ايه الاحتياج اللي ممكن يكون مش متلبي عندي، او ايه القيمة الشخصية اللي حاسس انها مهددة او تم تجاوزها. وفي الاخر فكر في ايه الخطوة اللي ممكن تاخدها علشان تلبي الاحتياج ده، او ازاي ممكن تتوافق مع القيمة الشخصية دي بشكل افضل. العملية دي بتحول المشاعر من تجارب عابرة لنظام توجيه دقيق، بترجعك لكرسي السواق تاني علشان تستخدم مشاعرك كأداة تساعدك في توجيه حياتك في الاتجاه المناسب ليك، بدل ما هي اللي تسوقك في اتجاه لا يعبر عنك ولا عن أصلك ولا تربيتك. كل ده طبعا كان توضيح مختصر للتدريب اللي هيحول كل اللي احنا اتكلمنا عليه بشكل نظري لأداة عملية تقدر تفهم بيها مشاعرك بشكل أفضل. والتدريب الكامل موجود في وصف الفيديو بالعربي وبالإنجليزي، ما تنساش تنزله وتستخدمه وتقولي عملت ايه في الكومنتات. اكتشفنا النهاردة ان المشاعر مش ردود افعال عشوائية، لكنها انظمة بيانات متطورة بتقدم معلومات مهمة عن احتياجاتنا وقيمنا. المشاعر الايجابية بتدل على اشباع احتياجاتنا وعلى التوافق بين تصرفاتنا وقيمنا الشخصية. اما المشاعر السلبية فبتسلط الضوء على مناطق في حياتنا محتاجة اهتمام اكتر. اما المشاعر المختلطة فبتعكس تعقيد تجربتنا الانسانية ككل. ولما نتعلم استخراج واستخدام البيانات دي، هنقدر ناخد قرارات افضل تحترم احتياجاتنا وتكون متوافقة مع قيمنا الشخصية وأهدافنا في الحياة. المفهوم الشائع إن كونك عقلاني معناه إنك تنحي مشاعرك على جنب مش حقيقي بالمرة، والواقع بيقول لنا إن المشاعر شكل فطري وأساسي من أشكال الذكاء، بتقدم لنا بيانات مفيدة غالبا مش هيوفرها لك التفكير المنطقي لوحده. لما ندمج البيانات والإشارات اللي بنستخرجها من مشاعرنا مع التحليل المنطقي العقلاني، بنوصل لفهم أوضح وأشمل لأنفسنا، وبتسمح لنا ناخد قرارات مش بس تبدو منطقية بشكل نظري، ولكن بتكون مرضية على أرض الواقع كمان. المرة الجاية لما تحس بشعور ما، افتكر دي مش مجرد مشاعر، دي بيانات وبتحاول تقولك حاجة مهمة. كل اللي عليك إن أنت تعمله هو إنك تسمع كويس. تحياتي لكل اللي تحدوا الأمر الواقع،
وصنعوا واقعهم الخاص. انتوا أجمد ناس. سلامات.